كابتن محمد عن موضوع تونس. بيكتب عليه زميلنا كمال بن يونس من تونس: ثورة تبحث عن نهاية. بيقول إن الجيش التونسي رفض قتل الشعب. وفي نفس الوقت بيتكلم زميلنا مهدي مصطفى: تونس تخشى الغزو وتصفية الرموز، سيناريو يوم القيامة. وفي الإطار أيضا بيتكلم زميلنا أسامة الدليل وبيسأل سؤال مهم جدا: هل تحترق القاهرة بنيران الثورة التونسية؟ فيما الزميل أحمد عبد الحكم مدير التحرير بيكتب عن قمة شرم الشيخ الاقتصادية التي من وجهة نظره تطوي الملفات الصعبة. ده مجلة الأهرام العربي. نخش على موضوع الأستاذ جمال مروان. احنا كنا اتكلمنا يوم الخميس اللي فات وقلنا نقلا عن صحيفة الفجر ونقلا عن صحيفة عين، الخبرين قدام حضراتكم. صحيفة الفجر كانت بتتكلم عن انه القمر اللبنانية بتقول انه جمال مروان هو ابو ابنها، فيما ان صحيفه عين نقل عن الاثنين، عن جمال مروان وقمر، نقل عن جمال مروان انه بينفي نفيا تاما هذا الامر. النهارده اخبار النجوم في الغلاف بتاعها بتقول: بسبب ابنها جيمي، جمال مروان يطالب قمر ب5 ملايين دولار. يبدو ان الامر مس وتر حساس جدا. الحقيقه هي لها صور هايله هايله هايله، يعني الحقيقه مش عايز اقول ايه اكتر من هايله، يعني حاجه، يعني الجماعه الجماعه في الاستوديو جوه مبسوطين قوي. طفل يثير ازمه بين قمر وجمال مروان، وانه بيقول في مفاجآت في هذا الامر، ومروان يطالب بتعويض 5 ملايين دولار. الاحدث من هذا ما نقله زميلنا محمود موسى النهارده في صحيفه الاهرام، وزميلنا محمود موسى بيتكلم عن الامر ده وبيقول انه جمال اشرف مروان بيقول: لن أبيع قنوات ميلودي ولم أتزوج سوى مرة واحدة. بيقول محمود موسى: حسم جمال مروان مسألة استقراره عائليا مع أسرته، وقال: إنني أشرف بأنني لم يسبق لي الزواج طيلة حياتي سوى من السيدة جيلان محمود سهمود المحترمة، ومصاهرتي لعائلتها الفاضلة والكريمة، وأحمد الله عز وجل على نعمة إنجابها لي ل3 أولاد، وهي الآن حامل بمولود رابع، ولم يسبق لي الزواج بغيرها، سواء زواج رسمي أو عرفي أو مجرد خطبة لأي ما كان. وأرجع السيد جمال أشرف مروان حالة الصمت التي كان عليها في الفترة الماضية بقوله: كنت صامتا لعدم الانزلاق والانسياق لأسلوب دعائي انتهجته المطربة المذكورة اللي هي قمر، وبحثا عن الشهرة. وقال جمال أشرف مروان: كنت اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد المطربة المذكورة وملاحقتها قضائيا بشروط جزائية بتاريخ سابق على إطلاقها تلك المهاترات، لذلك فالأمر بات واضحا. فيبدو ان احنا هنلجأ في النهاية للنيابة العامة، وهنلجأ للنهاية للقضاء. يبدو ان هو هيقول كلمته، لان هي متمسكة، والأستاذ جمال أشرف مروان بينفي هذا الأمر جملة وتفصيلا. واحنا كل ما هنالك احنا لا نثير قضية بقدر ما بنغطيها لحضراتكم من خلال منشطات الصحف او ما يأتي في الصحف. العرب الناصري، أنا لا هقول أنا مع مين ولا ضد مين، بس كل اللي أنا أرجوه من الفرقاء في حزب العرب الناصري والفرقاء في جريدة العرب الناصري، رجاء: احترموا الحزب، احترموا الصحيفة، احترموا القارئ. مش هقول أكتر من كده. أنا هشوف دلوقتي فيديو حصل امبارح، إنه الأستاذ سامح عاشور بيقولوا انه انصاره راحوا قفلوا المقر الحزب او مقر الجريده، وكان في مشاكل كتيره. انا هوري حضراتكم نقلا عن بوابه الوفد، وزميلتنا جميله عامله مصوره هذا الامر، وهقول لحضراتكم على طول في تقرير احنا عاملينه في هذا الامر. ادي ده الاستاذ سامح عاشور قدام الباب. الاستاذ سامح عاشور اهو قدام الباب، ده نقلا عن بوابة الوفد. هتلاقوا دول مع الأستاذ سامح عاشور،
والفكره مين اللي قافل الباب، وازاي بارز عضو بارز في الحزب يقف بالطريقه دي قدام الباب. انا ما اعرفش الغلط منين، بس الغلط ان احنا نوصل الخلاف في الحزب لتلك المرحله. الغلط ان احنا عمالين ننادي بالديمقراطيه في الاحزاب، ونقول الاحزاب ونقول 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 ونعيب في الحزب الوطني، واحنا اصلا معيبين، عندنا مشاكل، عندنا كارثه جوه. هتلاقي الاستاذ احمد حسن برضو موجود دلوقتي. احمد حسن اهو الطرف الاخر. شوف ده منظر، ده منظر. ادي الاستاذ احمد حسن، ادي الاستاذ احمد حسن. ممكن تعلي الصوت شويه؟ الاستاذ احمد حسن نازل من السلم، ده ينفع؟ حد من زملائنا اتصل بيا الساعة 12 وقال لي انه سامع عاشور جاب بلطجية ودخلوا الحزب مقر الجورنال، وقاعدين جوه مقر الجورنال وكسروا الباب بتاع اوضته والبيبان الاخرى بتاع الحسابات والاوض المقفولة، وجايبين بلطجية مقعدينهم في مقر الجورنال في الدور الثالث والدور الثاني وفي الدور الاول وفي كل الادوار. انا جيت والناس جت، فلقيت حوالي 50-60 واحد واقفين بره في الشارع. لقيت البلطجيه قافلين البيبان وضربوا العمال اللي كانوا موجودين، انتهزوا ان فرصه ان في 3 عمال فقط في الجورنال الساعه 10 صباحا، دخلوا عليهم وخدوا المفاتيح وضربوهم وكسروا بيبان الجورنال الداخليه بتاع الغرف، منها غرفة اوضتي يعني، واوضتي فيها مستندات وفيها فلوس وهشوفها لسه ما اعرفش ايه اللي تم فيها. احنا عملنا بلاغ للنائب العام او للنيابه، نيابه السيده، وبلغت الشرطه وما زال الوضع كما هو عليه الان. جيت ادخل دلوقتي بعد 7 شهور ما قعد معايا واتفقنا على يعني اسلوب للحل يعني، وندخل مع بعض الجورنال. لقيت بعد ربع ساعه واحنا واقفين على الباب او اكتر من ربع ساعه، اعتقد انك كنت موجوده في الفتره دي، الباب ما اتفتحش. نزلت قعدت في الشارع زي ما انت شايفه دلوقتي، و جيت ادخل تاني لقيت بلطجيه يستقبلوني، بالرغم ان هو قال ان انا مشيت البلطجيه اللي هو جايبهم، وانتهى الموقف على هذا الحد يعني، منتظرين نشوف هنعمل ايه. طبعا المفروض يكون الاستاذ سامح عاشور في هذا الشريط اللي موجود على بوابه الوفد، لكن ده اللي لقيناه على البوابه بيشرح الموقف كله. يعني انا كقارئ للصحف زعلان، وكصحفي وعضو نقابه صحفيين زعلان من اللي بيحصل لصحيفه العربي الناصري. طيب، في دلوقتي زي ما احنا قلنا دي في أزمة في صحيفة العربي الناصري، والأزمة لسه مستمرة. وأكدت مصادر قيادية في الحزب للبرنامج إن في أكتر من سيناريو مطروح دلوقتي، سيناريوهات لإدارة الجريدة تحريريا وإداريا. خلي بال حضراتكم بنقول إيه؟ سيناريوهات. يعني دي حاجات مطروحة. أول السيناريوهات دي إنه يكون في مجلس تحرير برئاسة الأستاذ عبد الله السناوي رئيس التحرير المستقيل، في ظل محاولات لإقناعه بالتراجع عن الاستقالة اللي أعلنها الشهر اللي فات. وهيكون معاه في مجلس التحرير، لو الأستاذ عبد الله السناوي بقى رئيس المجلس التحرير، هيكون معاه 3 من الزملاء الموجودين في الجريدة، هم الأستاذ أحمد أبو المعاطي، الأستاذ جمال فهمي، الأستاذة نور الهدى زكي. لكن لو الأستاذ عبد الله رفض العرض، أو بمعنى أصح رفض أن يبقى رئيسا للتحرير، هيكون في 2 من السيناريوهات. يا إما يتولى رئاسة التحرير حد من الزملاء ال3 اللي قلنا أسمائهم، اللي هو الأستاذ أحمد أبو المعاطي أو الأستاذ جمال فهمي أو نور الهدى زكي، يا إما حد من ال3 دول يتولى. والترجيحات بتميل شوية، احنا بنقول بتميل شوية للزميلة نور الهدى زكي انها تتولى رئاسة التحرير. وده طبعا هتكون من بين السيدات اللواتي تولينا رئاسة التحرير. طبعا الأستاذة فريدة النقاش أستاذتنا الكبيرة، وعندنا رؤساء تحرير لمجلات كتيرة جدا في البلد، لكن أنا بتكلم على الصحيفة يعني. طبعا الأستاذة فريدة النقاش رئيس تحرير صحيفة الأهلي.
السيناريو الثاني بقى ان يتم تعيين، يعني لو ما تمش اختيار واحد من الثلاثه اللي هو الاستاذ ابو المعاطي، الاستاذ جمال فهمي، الاستاذ احمد ابو المعاطي، الاستاذ جمال فهمي، الاستاذ نور الهدى زكي، هيتم لو ما تمش اختيار واحد من الثلاثه هيتم تعيين رئيس تحرير من خارج ابناء الجريده، بشرط ان يكون انتمائه ناصري. يعني واحد كان بيشتغل في في حزب العرب الناصري او ميوله ناصريه، لكن بيشتغل مثلا في الاهرام، في الاخبار، في الجمهوريه، في الوفد، في روزا اليوسف، في اي جريده من الجرايد دي. ده يا اخوانا بخصوص السيناريوهات بتاعت اداره الجريده تحريريا. اما ادارتها اداريا، قالت مصادر من داخل الحزب ان اول تلك السيناريوهات هو استعاده تنفيذ او طرح تنفيذ اقتراح الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد حسنين هيكل، كان اتقدم بيه سنه 2003 بانشاء شركه مساهمه للجريده، بحيث تتولى الشركه دي اللي هي الشركه المساهمه دي اداره الجريده بشكل احترافي بعيدا عن تدخل الصراعات الداخليه في الحزب. اما السيناريو الثاني هو انهم يعملوا لائحه جديده للجريده بمشاركه شيوخ المهنه وكبار الصحفيين. السيناريو الثالث وهو المرجح انهم ينفذوا لائحه النظام المؤسسي اللي عملها استاذنا الكبير محمد فائق الوزير السابق والقيادي البارز في الحزب الناصري. اللائحه دي اتعملت اول ما تم تاسيس صحيفه العرب الناصري، ومن ضمن بنودها الغاء العلاوات الخاصه او الاستثنائيه لبعض الصحفيين، زي ما المصادر قالت، زي ما اللي بيعملها دلوقتي الاستاذ احمد حسن، واللي شايفها البعض انها مجحفه بصوره ومش مجحفه، وهي بتتم بصوره غير عادله، بمعنى انه اللي بيقبض دلوقتي 600 جنيه و700 جنيه في صحيفه العرب الناصري لو اتنفذت اللائحه بتاع الاستاذ محمد فايق هياخد 3000 و3000 ونص. حتى في كلام دلوقتي الاتفاق اللي كان اعلن عنه الاستاذ احمد حسن ان هو في اتفاق وانه الفرقاء هيلتقوا وانه هيحصل فيه، وقالوا ان هم مضوا اتفاق. للاسف في كلام وصلنا برضو دلوقتي انه تم التراجع عن هذا الامر وهيرجعوا تاني الفرقاء يجتمعوا. استاذ احمد ابو الحسن، الاستاذ احمد حسن، الاستاذ سامح عاشور، كل الزملاء وكل الاعضاء البارزين في الحزب العربي الناصري رفقا بالحزب ورفقا بجمال عبد الناصر على الاقل لازم تحترموا الذكرى. الحزب العربي الناصري هو في النهايه الناس كل ما تتذكره او تتامل الاسم بتتذكر جمال عبد الناصر، رفقا بجمال عبد الناصر. نروح لمنشطات بكره واللي تنوعت ما بين كلمه الرئيس مبارك بمناسبه الاحتفال بعيد الشرطه واعلان السيد حبيب العدل وزير الداخليه عن المتورطين في تفجيرات كنيسه القديسين في الاسكندريه، ايضا ومظاهره الغضب اللي هتكون يوم الثلاث الجاي 25 يناير زي ما بيسميها البعض. جريده الشروق المنشط الرئيسي بتاعها بكره جايب تصريحات لوزير الداخليه بيقول ان جيش الاسلام الفلسطيني هو وراء تفجيرات القديسين في الاسكندريه، وان المنفذين 4 أشخاص بينهم انتحاري. قالت الشروق ان الوزير اعلن الخبر، اللي هو السيد حبيب العدلي اعلن الخبر بعد ما تسلم مظروف مغلق قبيل احتفالات عيد الشرطه النهارده. وقالت كمان الشروق ان جيش الاسلام بينفي تورطه في التفجيرات، ومن بين المسؤولين عن المساله دي من وجهه نظر او بيتهم جيش الاسلام، بيتهم الموساد ان هو وراء هذا الامر. جريده المصري اليوم نقلت عن مصادر ان لائحه الاتهام في كنيسه القديسين بتضم مصريين وعرب، وان وزاره الداخليه هتقدم المتهمين للنيابه خلال ايام. جريده روزا اليوسف بتحكي القصه كامله لجيش الاسلام الفلسطيني، ده شغل بكره ان شاء الله، وبتقول ان التنظيم ده كفر حركه حماس وخاض معها معارك داميه، وانه مسؤول عن العمليه الارهابيه في منطقه الحسين من كام سنه وهجوم الزيتون ايضا من حوالي سنتين، وانه كان عباره عن عناصر، ده هو الجيش الاسلام، عباره عن عناصر من قلب كتائب عز الدين القسام، ثم اسست تنظيم سلفي جديد. اما موقع اليوم السابع فبيقول جيش الاسلام الفلسطيني هو تنظيم سلفي بيوالي القاعده، يعني ان هو يتبع القاعده وينتهج تفجير مقاهي الانترنت واسواق الكاسيت والاعتداء على الفتيات المتبرجات. واشهر يعني ايه معنى كده؟ متفادات المتبرجات يعني الست ماشيه في الشارع سايبه شعرها، يبقى جيش الاسلام على طول هيشوف شغله معاها، يعني ما حدش يطلع بشعره في الشارع دلوقتي. جيش الاسلام اشهر عمليات جيش الاسلام اسر الجندي جلعاد شليط،
كمان اللي طبعا عليه مشكله واللي لسه لم يفرج عنه لحد دلوقتي، وفي كلام ان هو مع اسرائيل بتقول ممكن يديكوا 300 اسير، السلطه الفلسطينيه لا، او الجماعه اللي اسيرين جلعاد شاليت وهم منتمين لحماس بيقولوا لا احنا عايزين 600 عايزين 700، ما حدش عارف، بس في لغط في هذا الموضوع، وكل ما نقول العمليه قربت ووسائل الاعلام تكتب دي اللي جاي في تراجع تاني. قال زميلنا الصحفي الناشط محمود المملوك في اليوم السابع ان وزاره الداخليه هتصدر بيان رسمي خلال ساعات، وان في انباء عن تورط مصريين وفلسطيني في حادث تفجير كنيسه القديسين في الإسكندرية. وبالرغم من تأكيدات الداخلية أن جيش الإسلام الفلسطيني هو المسؤول عن تفجير كنيسة القديسين، إلا أن الجيش نفسه نفى تورطه في عملية التفجير. وقال المتحدث الرسمي باسم التنظيم في تصريحات نقلتها من شوية وكالة رويترز أنه ما فيش أي صلة تربط جيش الإسلام وجماعة جيش الإسلام والهجوم على الكنيسة في مصر، لكنه في نفس الوقت أشاد هذه الكارثة مصيبة، مش يسكت نفى وسكت، لا ده أشاد بمن قام بهذا التفجير من المتورطين في تفجيرات القديسين في إلى مظاهرة الغضب يوم 25 يناير اللي هي يوم الثلاث. جريدة الدستور بتقول إن المسيحيين والسلفيين والجماعة الإسلامية يرفضون المشاركة في مظاهرات 25 يناير، وان الوفد ينتظر قرار المكتب التنفيذي. جماعه اجتماع 25 يناير او مظاهره 25 يناير بتدعو ليها قوى سياسيه كثيره، 6 ابريل وجمعيه الوطنيه للتغيير وبعض الجمعيات الاخرى. المصري اليوم بتقول ان الكنائس المسيحيه الثلاث بترفض مظاهرات 25 يناير وتطالب المسيحيين بعدم المشاركه. اما روزا اليوسف بتنقل عن قيادات حزبيه ان الدعوه للتظاهر يوم عيد الشرطه تشويه للذاكره الوطنيه. الشروق بتقول عن الاخوان او بتنقل عن الاخوان قولهم إن الأمن هددهم باعتقال قيادتهم حالة نزولهم للشارع. يعني أي حد من الإخوان، ده من وجهة نظر الإخوان لصحيفة الشروق، أي حد من الإخوان هينزل يشارك في اعتصام 25 يناير أو وقفة الاحتجاجية بتاعت 25 يناير هو حر. ده الإخوان بيقولوا كده. جريدة الدستور نقل عن مصادر بوزارة الزراعة بتقول نستورد 45% من القمح سنويا ولن نتمكن أبدا من تحقيق الاكتفاء الذاتي أبدا. نقل الجريدة عن صندوق النقد الدولي توقعي بارتفاع الأسعار في مصر ووصول العاطلين إلى 9.10 مليون عام 2020. يمين يعيش أنا وحضراتكم والحضراتكم وأنا طول العمر، ونستنى لحد 2020 نشوف آخرتها إيه، لكن نستنى لحظات ونرجع مع حضراتكم تاني ونشوف أهم ما جاء في صحف النهاردة إيه بعد الفصل.